خدي بالك بقى من صوت القرمشة وسيبك من صوت ولادي. اضمن لك ان الكل هيسألك عن الرقاق، مقرمش جدا من بره ومن جوه طري جدا، مورق كمان ومش معجن. كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. اول حاجة هنعصج اللحمة، اعمليها بالطريقة اللي تعجبك. انا حطيت سمنة واول ما سخنت حطيت اللحمة تاخد الصدمة، وبعد كده ننزل بالبصل. دول بصلتين مع نص كيلو اللحمة. اول ما البصل يدبل هنحط فلفل وده اختياري، تقلبتين وحطيت بقى جزراية مبشورة ودي كمان اختياري. عاوزة تضيفي بقى اي توابل تحبيها براحتك، بس انا بحط فلفل اسود بس مع الملح. بسيبهم بقى مع بعض شوية وبعد كده بنزل ببشر طماطماية او عصير طماطماية واحدة، بتخلي كمان طعم العصاج حلو جدا. هنظبط الملح بتاعنا وتقلبتين على النار ويبقى كده خلاص جاهز معانا العصاج. عندنا بقى الشوربة وسمنة ويفضل سمنة بلدي ومعانا لبن. اهم حاجة في الرقاق ان الشوربة تكون حلوة جدا عشان هي اللي هتفرق معاكي في الطعم. الصينية بتاعتنا هندهنها سمنة كويس جدا عشان خاطر الرقاق ما يلزقش من تحت، لازم نهتم بالخطوة دي. حطيت بقى الشوربة بتاعتنا في صينية كبيرة شوية وهبدأ اشرب الرقاق. انا بحط في صينية الرقاق 8 رقاقات، 4 من تحت و4 من فوق، وطبعا ما بين كل رقاقة والتانية بحط سمنة. انتي وبتشربي الرقاق ما تشربوهوش قوي عشان ما يطلعش معجن معاكي. كمان الشوربة بتاعتنا دافية مش سخنة قوي عشان خاطر ما يعجنش. ممكن تستغني عن اللبن ويبقى شوربة بس بجد هيفرق معاكي في الطعم جدا. بعد ما بنخلص بقى خالص بنحط سمنة على الوش، وطبعا الفرن بتاعتنا بتبقى شغالة من قبل كده، يعني بدخله في فرن سخن، بحطه في الرف الأوسط درجة حرارة الفرن 220. اللي هيفرق معاكي جدا بقى في الطعم هي معلقة القشطة. قشطة وش اللبن جميلة جدا وهتخليه طعمه حلو جدا جدا. بحطها في الاخر خالص بعد ما خلاص كلها اتحمرت وفصلت من الصينية من تحت كده هي استوت. فبحط بقى القشطة على الوش وبحطها تاني في الفرن. القشطة بتحمر بقى وبيبقى الطعم جميل جدا. بتقدميها بقى بألف هنا وشفا. مش قادرة اقولك طعمها حلو قد ايه، بس اضمنلك بقى ان الكل هيسألك عن طعمها وحلاوتها كده. الكل هيقولك عملتيها ازاي. مقرمشة من بره ومن جوه طرية جدا. يا ريت بقى تحطي اللايك وتدعميني.